تعال احكي لك على قصة حب كبيرة جدا ما بين واحد قتال قتلة وواحدة شيخة منصر. الاتنين بيصحوا الصبح يفطروا بعض ويقعدوا يدلعوا بعض. هو ينزل شغله ويقتله اتنين تلاتة، وهي تنزل شغلها ويديها شوية مخدرات وتنصب على شوية ناس، وبعدين يرجعوا بيتهم يتعشوا مع بعض ويتكلموا مع أولادهم على الحاجات الكويسة اللي عملوها وعلى الفضيلة وعلى حاجات حلوة أوي. والاتنين دول عايشين طول الوقت في علاقة حلوة جدا. اتنين تانيين ناس محترمة جدا كويسة جدا، بس عشان مشغولين طول الوقت ما بيتكلموش مع بعض. طول الوقت مشغولين، كل واحد بيعمل حاجة، كل واحد في حال. وواحدة بواحدة بدأوا يحسوا إن هما مش بيحبوا بعض، وبدأوا يحسوا إن هما مش قادرين يكملوا مع بعض. بعد شوية وقت قتال القتلة وشيخة المنصر فضلوا متجوزين وفضلوا بيحبوا بعض، والاتنين أصحابنا اللي بيشتغلوا شغلانات جميلة جدا ومحترمة جدا بدأوا واحدة واحدة يفقدوا اهتمامهم ببعض. الحقيقة أنا بحكي القصة دي علشان أقول إن العلاقة اللي بين أي اتنين هي كائن تالت بيتكون ملوش دعوة بكل واحد فيهم بيعمل إيه في حياته اللي بعيد عن التاني. بيتكون من خلال اهتمامهم ببعض، بيتكون من خلال هما بيشوفوا بعض إزاي، بيتكون من خلال هما قادرين يشوفوا كل واحد فيهم محتاج إيه دلوقتي عشان يعملوا للتاني ولا لأ. ممكن يبقى قتال القتلة وشيخة المنصر دول ناس أشرار وناس في التعاملات الخارجية شريرين جدا ومؤذيين جدا، ولكن ما بينهم وبين بعض هم قادرين يشوفوا ويراعوا بعض بشكل كويس يكبر الكائن اللي في وسطهم اللي هو العلاقة بتاعتهم. ويمكن الاتنين أصحابنا الناس الكويسين الناس المحترمين هم ناس كويسة وكل حاجة، بس هم مش قادرين يراعوا الكائن اللي اتكون ما بينهم، وبالتالي بدأ الكائن ده يضعف ويبقى شكله وحش ويبقى مريض، لغاية لما هم في نفسهم هيقولوا احنا مش عايزينه، احنا ننفصل احسن، احنا نبعد عن بعض احسن، او يكملوا في علاقة مشوهة طول الوقت. الحقيقة ان العلاقات زي ما بتتولد بالحب وبالاهتمام، هي كمان علشان تكمل محتاجة حب واهتمام ومراعاة، وان احنا نبقى شايفين بعض كويس وقادرين ان احنا نشوف كل واحد فينا محتاج ايه، وإلا العلاقة هتموت مننا. تعالوا نجرب نبص بصة النهاردة على الكائن اللي اسمه العلاقة اللي بيننا وبين الناس اللي احنا بنحبهم. وده مش شرط يبقى شريك حياة على فكرة، ممكن يبقى ابني، ممكن يبقى بنتي، ممكن يبقى أبويا ويبقى أمي، يبقى زمايل في الشغل، ممكن يبقى أي حد. دور على الكائن اللي في النص وشوف انت بتراعيه ازاي، وشوف انت محتاج اللي قدامك يراعيه ازاي، وقوله علشان تعرفوا تكبروه مع بعض وتعرفوا توصلوا لحاجة مرضية ما بينكم، تخلوا ان الكائن اللي في النص ده يقوي العلاقة اللي بينكم، مش يبقى حاجة مقلقة وتقيلة ودمها تقيل تخليكم بتقولوا انا مش عايز الشخص التاني ده، انا زهقت من العلاقة دي. تعالوا نجرب ده النهاردة ونشوف هيحصل ايه.